السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الجمعة والأذان شغال برا والخطبة ويعني أصوات المساجد بتعلو في كل مكان. يوم الجمعة ده من الأيام الجميلة الحلوة اللي بتحسسك بالعيد مثلا أو بأي حاجة مناسبة حلوة. ربنا يجعلها جمعة مباركة وسعيدة عليكم يا رب العالمين. انا مصوره الفيديو ده يوم الجمعه، ما قدرتش بس انزله في نفس اليوم، فعشان كده انا نزلته النهارده. المهم بقى النهارده معانا روتين خفيف، ويا رب يكون خفيف على قلبكم وما يكونش تقيل عليكم. اول روتين ليا في بيتي بعد ما رجعت من عند امي. واحب ارحب بالمشتركين الجدد عندي في القناه، وبقول لهم شرفتوني ونورتوني، ووجودكم يا حبايب قلبي على راسي من فوق. وربنا يا رب ما يحرمني منكم ولا من اشتراكاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعد قلبي يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى نبدأ الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة انا وريتكم منظر الأوضة، كانوا العيال مبهدلينها يعني بمعنى الكلمة. هنوضبها مع بعض دلوقتي، بس انا الاول حطيت دور في الغسالة، قلت خليه يتغسل كده جنبي وانا شغالة. وكان الظهر أذن فصليت وقرأت سورة الكهف. طبعا يا جماعة عايزة أقول لكم إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الحاجات المهمة جدا اللي ما ينفعش تفوتيها، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بقراءتها، وإن قراءتها بتكون نور ما بين الجمعتين، يعني بيبقى لك نور من الجمعة دي للجمعة دي، فثوابها عظيم جدا. وغير كده كل ما انتي تحفظيها، قصدي تقرأيها، كل ما تحفظيها، لان مع تكرار القراءة هتلاقي نفسك واحدة واحدة حفظتيها. ولان من حفظ منها اول 10 ايات عصم من المسيح الدجال، فما بالك بقى لو حفظتيها كلها؟ يعني ثوابها عظيم وكبير، ما تضيعهوش من ايدك. حاولي تواظبي عليها وتقرأيها كل جمعة. لو اتعودتي عليها مش هتقدري تفوتيها ابدا، هتحسي ان في حاجة ناقصاكي من غيرها. المهم بقى انا بعد ما صليت وقرأت سورة الكهف دخلت على المطبخ عشان اعمل فطار. هما الولاد بصراحة كانوا فطروا وانا لسه قاعدة ما فطرتش، فعملت سندوتشات كده خفيفة بالجبنة، وكمان عملت كوباية ليمون سخنة لاني واخدة دور برد بقالي فترة وتعبني جدا مش راضي يخف. وكمان قلت جنبي اعمل رضعة كده لبنتي الصغيرة علشان تفطر هي كمان. وبس كده. وانا بعمل الليمون بتاعي جت ضاي بنتي وقالت لي انا عاوزه ليمون كمان يا ماما، فعملت لها برضو. قلت كده كده في ميه مغليه، يعني حضرت لها كوبايه معايا. العيال دول يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني مونسينا في كل حاجه، مفيش حاجه تعرفي تعمليها لوحدك تتهني بيها. يعني انا بعمل قهوه وبنتي ما تخلينيش اشرب فنجان القهوه على مزاج، لازم ضي تقول لي انا عايزه قهوه زيك يا ماما. يا بنتي غلط، ما ينفعش، مضر عليكي. بديها بس حبه صغيرين خالص على قد نفسها، بس والله بتخليني اشيل هم ان انا اعمل قهوه بسببها، علشان مش عايزاها تشرب، لاني يعني هي صغيره وغلط عليها. بس في نفس الوقت انا برضو بيبقى نفسي وعايزه، وهم قاعدين فوق دماغي على طول، هيروحوا فين؟ ملهمش مكان، فكده كده قاعدين، فمضطر اشرب قدامهم. واحيانا بخليها تنام بالليل واقوم انا اعمل القهوه بتاعتي، بس بكون خلاص هنام وبتسهرني يعني، فبحب اشربها بالنهار، او مثلا على حسب ما نفسي تروح ان انا اعمل فنجان قهوه واشربه كده يعني. المهم بقى هم بجد مونسينا والله ومالين علينا البيت. يعني انا بفتكر نفسي زمان قبل ما اخلف كنت يعني ببقى مخنوقة في الشقة ومتضايقة وحاسة ان المكان كده ملهوش حس وملهوش نفس، وكنت ببقى خايفة. يعني لو اتقفل الباب عليا احس ان انا مخنوقة من جوه وخايفة، وبالليل ما اقدرش انام لوحدي. كانت حماتي بتيجي تنام معايا، ما كنتش اقدر انام لوحدي. فهم بصراحة ونس وأمان ويعني وظهر وسند وكل حاجة. أي نعم هم متعبين وتعبيننا جدا ومطلعين عينينا في كل حاجة، ومهما وصفت يعني قد ايه هم متعبين مش هقدر اوصل لكم، لان انتوا برضو عندكم اطفال وعارفين اكيد. الا اللي ما عندوش يا رب يكرمه ويرزقه ويطعم كل محروم يا رب، ما يحرم حد ابدا ابدا من نعمة الخلفة ومن نعمة الذرية الصالحة يا رب العالمين. على قد ما هم متعبين وصعبين بس لا غنى عنهم، ما نقدرش نستغنى عنهم. ده يعني لما يغيبوا عننا شوية او يروحوا المدرسة او يروحوا الدرس، انا والله قلبي بيبقى واكلني على ولادي.
على قد ما انا برتاح من دوشتهم شوية وبريح اعصابي، بس في نفس الوقت ببقى خايفة على ابني. يعني لما بيخرج ويروح الدرس او يكون ايام الدراسة ويروح المدرسة ببقى شايلة هم وخايفة عليه. ويعني في وقت كده جه عليا لقيت نفسي خلاص هيجيني وسواس، حاسه ان ابني هتجراله حاجه، حاسه ان هيجي يقولوا لي في حاجه. ورجعت بعد كده راجعت نفسي وقلت ما ينفعش كده، لازم يبقى عندي حسن ظن بربنا، لان ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. فانا بقيت اظن بربنا خير ومتعشمه في ربنا انه ما يأذنيش فيهم ولا يوجع قلبي عليهم، ويبارك لي فيهم ويحفظهم. فبقيت اول ما يخرجوا استودعهم عند ربنا وادعي لهم ان ربنا يحفظهم ويرجعهم لي سالمين غانمين يا رب. فادعوا لاولادكم، مهما كانوا متعبين ومهما كانوا معصبينكم وتعبينكم، بس لما يخرجوا ادعوا لهم واستودعوهم عند ربنا علشان ربنا يحفظهم ويرجعهم بالسلامة. وكمان ربنا يحفظكم انتوا ليهم، يعني لما تستودعوهم عند ربنا ربنا هيحفظهم بإذن الله، وهيحفظكم انتوا كمان عشان هما لما يرجعوا يلاقوكم موجودين. ربنا يا رب ما يحرم أم من ضناها، ولا يحرم ضنا من أمه ولا من حنان أمه، ويطعم كل محروم يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. في الايام المفترجة دي، في الايام الحلوة اللي احنا فيها، ايام العشر من ذي الحجة، ربنا قال والفجر وليال عشر، اقسم ربنا بيهم لعظم ثوابهم وعظم الايام دي. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يطعمكم حجة او عمرة عن قريب، ويجعلني منكم يا رب، ويطعم كل مشتاق برضو. ادعوا ربنا في الايام المفترجة دي، كل اللي نفسه في حاجة يدعي ربنا بيها، وان شاء الله هتتحقق باذن الله. اهم حاجة يكون عندكم يقين في الله ويقين ان الحاجة دي هتتحقق باذن الله. ما تيأسوش من رحمة ربنا، ما تيأسوش من لطفه. كل اللي عنده دعوة، كل اللي عنده أمنية يدعي ربنا، وبإذن الله ربنا هيتقبل منكم بإذن الله. أهم حاجة تكوني محافظة على صلاتك ومحافظة على فرائض ربنا عليكي، ما تأهمليش فيها عشان ربنا يتقبل دعوتك. لان يعني لو انت مش بتصلي او مقصرة في حق ربنا مش هيكون ليكي عين اصلا ان انت تدعي ربنا. الانسان بيبقى مكسوف ومحرج. ايه يا نور؟ بجد انا لما بكون مقصرة في حق ربنا ببقى محرجة جدا ان انا ادعي واقول يا رب استجيب لي وانا اصلا مقصرة في حق. فانتي حافظي على حق ربنا علشان ربنا يستجيب لك دعائك ويحقق لك امنياتك، عشان يبقى ليك عين تدعي ربنا ويبقى عندك يقين ان هو هيستجاب لك باذن الله. وربنا قال ادعوني استجب لكم، وده وعد من ربنا بالاستجابة، وان شاء الله ربنا هيستجيب بإذن الله. يا اما هيأخر لك الحاجة دي لوقت معين، يا اما هيبدلك عنها خير بإذن الله. المهم بقى انا فطرت الحمد لله وشربت الليمون بتاعي، وبعد كده طلعت الدور اللي كان في الغسالة نشرته. كانت الشمس يعني مشيت من البلكونة، وقلت فرصة انشره بالنهار قبل ما الليل يجي عليا. وطبعا انا حطيت غسيل مكانه لان الغسيل مش بيخلص، ولما بكون جاية من عند بيت اهلي كده بيبقى الغسيل كتير. احيانا بكون جايبة هدوم معايا مش نظيفة، وكمان ببقى سايبة هدوم في السبت اللي بنكون مثلا مغيرينها قبل ما نمشي، واول ما برجع بشيل الملايات المطربة وحاجات يعني كده، فبتلاقي ايه الغسيل اتكون. فعشان اخلص بقى الغسيل لازم احط كذا دور ورا بعض. وبعد ما خلصت نشر الهدوم دخلت على الأوضة اللي وريتها لكم اللي كانت متبهدلة، رتبتها ونظفتها ولمعت وغيرت الملايات وخلصت الحمد لله. وخلاص الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك وكان خفيف عليكي ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم على خير بفيديو جديد.